لما تحكي هيجي اول شي فكر انت عندك اخت. كليتكم شفتوا هذا المقطع اللي صورته البارحة، وبسببه اجت لي كمية انتقادات كلش قوية، فقررت اليوم اوضح لكم اللي صار صورة وصورة. بالنسبة للتعليقات والنفوس الضعيفة اللي الباحة صارت يقولون انت واقف يعني قريب على ام ملاك. طبعا هاي المسافة كانت بيني وبينها شبر وشوية. زين الشغلات اللي ببالكم وخروها مرة على باب الله وعندها 4 بنات، وهذا المطعم بسيط ومصدر رزق إلها والبناتها. اتقى الله شوية. لما تحكي هيجي اول شي فكر انت عندك اخت، عندك ام، عندك بنيه. انا بنيه وصاحبه 4 بنات. هذا الحكي كل من يحكي علي كلمه غير لائقه ينتبه على اهلي. اتقى الله شوية بهاي التعليقات مالتكم. والله العلي العظيم اني لا صاحب مصلحة ويا المرأة ولا شيء، كل ما بالموضوع انه هي اتصلت بي وقالت هذا المطعم مصدر رزق الي والبناتي، وانا رحت دا ادعمها. هل يصير انه جابوني هيجي بهاي التعليقات؟ ليش هيك يعني؟ دا تحاولون تقطعون سبيل المعروف. والله العلي العظيم، وان شاء الله نسأل من الله التوفيق والرزق. شكرا. عيوني.